كابتن رضا، اليوم شفنا التحضير المباراة الأخيرة قبل السفر لميلانو، الفوز على النجمة بهدفين. كيف شفت التحضيرات؟ شو الرسالة تحب تقولها للجمهور وكذلك الرياضيين قبل السفر لميلانو؟ والله الحمد لله مثل ما شاهدتوا اليوم كانت اخر المباراه، كان اخر يوم من المرحله الاخيره تاع التحضيرات تاعنا. الحمد لله طمنا على اللاعبين تاعنا. رسالتي للاعبين نقول لهم الان يعني قدامنا فرصه ان ندخل التاريخ. النادي هذا يعني تعود انه دائما يكون مع الرواد، يكون في البوديوم، يكون يعني دائما ينافس على البطولات، لكن ما سبقلوش وين اخذ يعني انجاز. ان شاء الله هذه فرصه دائما اننا نقول للاعبين تاعنا هذه فرصه اننا ندخل التاريخ من اوسع ابوابه. الجمهور تاعنا ثاني نقول لهم تشجيعاتكم ان شاء الله باذن الله، وعارفين الطموح تاعكم والرغبه تاعكم ان شاء الله باذن الله ما راح نخيبوكم ان شاء الله. عارفين المسؤوليه، يعني قيمه المسؤوليه اللي رانا حاملينها. باذن الله راح نتوفقوا ان شاء الله بتوفيق من الله. ان شاء الله راح نقدموا شيء ان شاء الله للانصار اللي يفتخروا به ان شاء الله. توصلك الدعوات يا كابتن رضا لبقاء رضا مدريس موسم اخر مع الاخضر، كيف تفاعلت مع هذه الدعوات؟ اليوم الجمهور مطالب ببقاء رضا مدريس موسم اخر على الاقل. والله هذا شيء شرفني، يعني العمل في نادي كبير مثل نادي الاخضر يشرف اي مدرب وطموح اي مدرب. قلت لك هذا الشيء شرفني.